محمد صلاح مقدس كل الأرواح، أزمة جديدة بتظهر له مع نادي ليفربول الإنجليزي. احنا شفنا امبارح بعد مباراة انتراخت فرانكفورت وليفربول، واللي الليفر فاز فيها بنتيجة 5-1. طبعا يعني نتيجة مهمة جدا للليفر علشان تكون بدايته قوية في دوري أبطال أوروبا في ظل المنافسات، وطبعا الإثارة الكبيرة جدا في دوري أبطال أوروبا، سواء كان من ريال مدريد أو من مانشستر سيتي أو من كل الأندية في البطولة. منافسة قوية جدا من غالبية الفرق، لكن محمد صلاح امبارح بيطل علينا في مباراة فرانكفورت وليفربول، وبعيدا عن ان هو شارك في اواخر دقايق المباراة، الا ان محمد صلاح في لقطة كده غريبة عملها على السوشيال ميديا، وهو انه حذف صورته كلاعب لفريق ليفربول، وكمان حذف اسم ان هو لاعب لليفربول. يا ترى محمد صلاح هيعمل ايه في المرحلة اللي جاية؟ وهل في فصل جديد صعب بيظهر ما بين محمد صلاح والليفر؟ وهل أرن سلوت هيكون سبب في رحيل محمد صلاح عن ليفربول، ولا المشكلة هتنتهي بسرعة ومحمد صلاح هيرجع يتواجد في التشكيلة الأساسية؟ ما احناش عارفين ايه خفايا المشكلة اللي ما بين محمد صلاح وأرن سلوت. يا ترى ايه، هل هيكون في صدام ما بينهم في المرحلة اللي جاية، ولا المشكلة هيتم تداركها بسرعة من إدارة ليفربول؟ أسئلة كتيرة جدا بتطل علينا في النقطة دي بالتحديد، ولكن محمد صلاح بالحركة اللي عملها في السوشيال ميديا يخلي الكل يسأل 100 سؤال.